قولوا لي اسكو كاش مره دخلتوا للكوزينه بديتوا طيبوا وما على بالكمش واش راكم رايحين طيبوا. انا هكا صرات لي اليوم، مي فلافان خرج لي ان بلا بزاف بنين. تبعوا معايا للاخر باش تعرفوا واش درت. حكمت لهنا كميه تاع بلونط بولي، رحيته في الاشواق، من بعد حطيته في اناء، ضفت عليه حبيبه تاع البصل اللي كنت قطعتها الى قطع صغيره. انا درت حبه صغيره تاع البصل هنا على حسب البولي اللي كان عندي. ندير تانيك الملح والتوابل اللي راهم مذكورين في الفيديو، مع ملعقه صغيره تاع لا مارغرين، ونبدا نشكل في البولي تاعي، نخلط مليح ونبدا نشكل كيما راهو موضح في الفيديو. نعاون روحي بالماء، من بعد في مقله حطيت كميه تاع الزيت وقليت البولي هذاك اللي كنت خدمته، نخليه يتحمر مليح من لي دو كوتي حتى ياخذ اون كولور دوغي. ومن بعد في اشواح حطيت حبه طماطم تكون حمراء مع الثوم، الملح، فلفل الكحل وشويه عكري، نرحيهم كامل. نولي البولي هذاك بعد ما كان تحمر لي من لي دو كوتي نحيه من المقله، وفي هذيك المقله نحط هذيك الطماطم اللي كنت رحيتها في الاشواغ مع الثوم والتوابل. ندير معاها تاني ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره، ندير تاني كميه تاع الجلبانه، وحوالي هنا 3 حبات تاع زروديه كنت نقيتهم وقطعتهم دوائر. نخليهم كامل يتقلاو. بعد ما يتقلاو لي نمرق بحوالي كاس ما يكون سخون، غير يبدا يغلي الخليط هذاك نرجع فيه البولي اللي كنت نحيته ونخليهم حتى يتجمروا لي كامل. وشوفوا لي النتيجه كيفاش يجيكم ان بلا بزاف بزاف بنين. هنا الا كان عندكم المعدنوس زيدوا له رشه معدنوس وقدموه، جربوه وبعثوا لي التطبيقات ديالكم.